الا عندك شويه ديال الكروفيت اجي نحضروا هاد الشوربه بالسمك اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف، ما غاديش تشبعوا منها نهائيا. الا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم لانها فعلا تستحق التجربه. كتجي غزاله ساهله سريعه ولذيذه بزاف. ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، ونبداو على بركه الله. كناخذ واحد الطنجره كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، حبه ديال المطيشه، حبه ديال البصله وعويدات ديال المعدنوس، وكنضيف ايضا 6 ديال الدريسات ديال الثومه. وهذيك الكميه اللي عندي ديال الكروفيت نقيتها وكندير القشره ديالها. صافي من بعد كنضيف الملحه وكنضيف الابزار. ما كتضيفوا حتى شي نوع اخر ديال التوابل غير الملحه والابزار فقط. كنقلي هاد المكونات هادو مزيان، ومن بعد كنضيف 3 ديال الكيسان كبار ديال الماء، ما يعادل لتر ونصف ديال الماء. كنغطي الطنجره ديالي وكنخلي داك المرق كيطيب مزيان تقريبا واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. من بعد كنصفيه، كنزول هادشي اللي بقى عندي في الصفايه كنستغنى عليه وكنحتفظ فقط بالمرق. صافي كنحتفظ به جانبا وكندوز كناخذ واحد الطنجره كندير فيها معلقه صغيره ديال الزبده، جوج ديال الدريسات ديال الثومه محكوكين في الحكاكه رقيقه، وواحد طريف ديال السكينجبير اللي نقيته وحكيته حتى هو في حكاكه رقيقه. الا ما عندكمش سكينجبير طري فتقدروا تعوضوه بمعلقه ديال السكينجبير هكا مطحون، ولكن من الاحسن يكون طري لانه كيضيف واحد الانتعاشه وواحد المذاق رائع بزاف للشوربه. هنا كنضيف الخضر، احتاجيت القرعه خضراء، الجزر والبصله غير شويه شويه من الحاجه كنكون قطعتهم صغيورين. وكنضيف ايضا الشامبينيون طري، الا كان عندكم شامبينيون طري ديروه، الا كان المعلب بلا ما ديروه ما غادي يعطيكم حتى شي اضافه لا الشكل ديال الشوربه ولا المذاق. ضفت ايضا شويه ديال زيت الزيتون وبقيت كنشحرهم مزيان 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 حتى تبان لنا داك الشامبينيون والبصله حتى هي. من بعد كنضيف المرق ديال السمك اللي وجدته وصفيته. كنضيف ايضا لاصوص صوجا، الكميه كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق، غير حاولوا انكم تنقصوا من الكميه ديال الملحه اللي درتوها في مرق السمك لان لاصوص صوجا مالحه، وبالتالي باش ما يجيكمش الشوربه ديالكم مالحه بزاف. ضفت مربع ديال الشعريه الصينيه او شعريه الارز اللي درتها في المسخون حتى طلقات وقطعتها صغيره. وضفت ايضا الكروفيت اللي كان عندي تقريبا كانت عندي 200 غرام، نقيته بقات واحد 150 غرام. يعني كيف ما شفتوا معايا الكميه راه قليله والكميه ديال الشوربه راه كثيره ما شاء الله. ضفت ايضا كميه واحده اخرى ديال لاصوص صوجا ومزجت جميع المكونات، وكندوز كناخذ شويه ديال الماء اللي يكون بارد كندوب فيه هكا واحد 2 معالق ديال النشا اي المايزينا كنضيفهم. بالنسبه للنشا تقدروا تعوضوها بالدقيق او تخلطوهم بجوج. انا من بعد زدت 2 معالق كبار ديال الدقيق حتى هما خلطتهم بالماء وعاود زدتهم على الشوربه ديالي باش كندورها باش كنحصل على القوام المناسب. الكميه ديال الدقيق اولا ديال النشا كتبقى على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي الشوربه ديالو تكون شويه ثقيله، كاين اللي كيبغيها خفيفه. غير هاد الشوربه راه ما كتجيش ثقيله بزاف. صافي كنبقى كنحرك الشوربه ديالي مزيان حتى كتقال وكطيب هذيك النشا مع الدقيق اللي درنا. يعني كتخليو واحد 2 دقائق 3 ديال الدقائق وهي كتغلي حتى كيطيبوا مزيان. وفي المرحله الاخيره حتى كتطفيو النار كتضيفوا ربيع قزبر ومعنوس باش ما كيكحالش اللون ديالو. شوفوا ليا كيفاش كيبقى ما شاء الله قابط هذاك اللون خضيضر كيجي غزال بزاف. يعني كاع اللوينات ديال هاد الشوربه هادي كاع المكونات ديالها كيعطيوها شكل زوين كيفتح النفس وكيشهي. اما المذاق راه ما نعاودش لكم كتجي خطيره وراه غير مكلفه نهائيا. كاع هاد المكونات اللي درناهم راه حصلنا على واحد طنجره ما شاء الله بحجم عائلي ديال الشوربه. هنا كنوريكم المسمنه ديال الشحمه اللي رافقتها مع الشوربه ديالي، راه الوصفه ديالها خليتها لكم في الفيديو السابق. ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم. ما تنساوش تنضموا لحسابي عنوان الحلقه باش تبقاو دائما توصلوا بمزيد من الوصفات والشيوات اللي كنشاركها معكم كل نهار. والى لقاء فيديو قادم ان شاء الله.